انا كنت داخله انام دلوقتي، شفت رساله طيرت النوم من عينيا، ويمين الله كنت مرهقه وخلاص مفيصه على الاخر، بس ما هنش عليا سيبك كده. في ايه بقى؟ في ايه بقى؟ مظلومه؟ حاسه ان انت مظلومه؟ حاسه ان انت الدنيا كلها جايه عليكي؟ حاسه ان كل الناس ظلماكي؟ طب وبعدين بقى؟ تصدقي بالله الاحساس اللي انت وصفتيهولي انا كنت حاساه بالظبط من 5 سنين بالظبط. خليتيني اشوف نفسي فيكي، بس قلت الحقك. الانسان وقت الظلم بيحس باحساس بيوجع قوي، وعلى الرغم ان انا ما اتمناش حد يحسه لانه بيوجع. حاسه ان انتي مظلومه؟ اسمعي القصه دي. من 5 سنين بالظبط، زي الايام دي بالظبط، في شهر 4 بالظبط، نفس الايام بكل حاجه. سبحان الله. كنت شغالة في مدرسة، وزي ما قلتلك ان انا كنت شخص لا بهش ولا بنش في حالي جدا، بس ما احبش حد يجي جنب حقي، ما احبش حد يستنصح عليا. المهم حصلت مشكلة ما بيني وما بين زميلة، واتهشت واتنشيت لانها جاية على حقي. هنا المفاجأة بقى، هنا الشخصية ديت يعني أذتني بكلام وبطريقة. قالت لي كلام كده، هي كانت أكبر مني في السن يجي ب10 سنين. قالت لي كلمتين في وسط المدرسة بالطريقة بالتشويحة. الكلمتين دول معلمين معايا لحد دلوقتي. قالت لي انت ايش فاهمك في الدنيا؟ انت ايش عرفك ده انت فاشلة؟ ابقي تعالي وريني بعد 5 سنين نفسك لما الدنيا تديكي على قفاكي. طبعا ما قالهاش بالهدوء ده، كانت في طريقة تانية. الكلمة دي مش قادرة انساها، مش عشان انا قلبي اسود، لا لا لا، ولا عشان انا زعلانه، والله ما زعلانه. انا لو طول لو اتقابلنا الظروف وتجمعنا انا اروح اسلم عليها واشكرها. هي كانت سبب في ان انا اشتغل، كانت سبب ان انا اطور من نفسي واني اشتغل واتعلم وانجح. كانت ادتني فرصة ذهبية ان انا عندي دعوة مني لربنا والسما مفتوحة. ما دعيتش عليها، ما دعيتش عليها، لا، دعيت لنفسي. قلت يا رب اكبر بخاطري، يا رب نجحني، وربنا جبر بخاطري بيكو ونجحني بيكو. ربنا عدى الايام بالظبط 5 سنين بالظبط، وربنا كتب لي النجاح، وربنا كتب لي ان انا يجبر بخاطري. ربنا يا جماعه مش بيسيب، ربنا بيكبر بالخاطر. ارفعي ايدك دلوقتي، احنا في ايام مفترجه. قول يا رب، قول يا رب. هو انا ما اتظلمتش تاني، اتظلمت تاني. والناس يعني كان عندي حد زي اخويا، بعتبره اخويا، معزته معزه اخويا، وبلونا ناس اتدخلت كانت متضايقه من ان هي الاخوه دي اتدخلت. بدات ان هو اول ما اشتغلت بقى واعمل فيديوهات اتشتمت وبشتغل عشان فلوس، مع اني ما باخدش فلوس ولا بعمل ولا نيله. وبصي وان انا مضحكاتيه السوشيال ميديا، واني دعيت ربنا يا رب اكبر بخاطري، يا رب انصرني. وها ربنا مازال بينصرني الحمد لله. اوعي تضيعي الفرصه دي من ايدك. الفرصه دي جايالك علشان تلمعي، عشان تنجحي. خديها وادعي، اسجدي وادعي وعيطي وادعي. قولي يا رب اكبر بخاطري، يا رب انصرني، يا رب نجحني. اسمعي مني، اسمعي مني، وحياة ربنا اللي يسمع قصتي استعجب. لو كنت اعرف وقت ما اتظلمت ان هي دي النتيجة، والله ما كنت زعلت. انا بقولك انا مش بهزر، انا نفسي اشكرهم،
هم خدموني خدمة عمري، ادوني هدية، دعوة مني لربنا مستجابة. ازعل ليه؟ اوعي تزعلي. انتي بقى عليكي دلوقتي ان انتي تاخدي فرصتك، اقعدي ادعي كتير كتير، ربنا يكبر بخاطرك يا رب، يكبر بخاطر كل واحد مظلوم. مش عارفة اقولكوا عن احساسي بجد، رسالتك صحت فيا وجع انا كنت ناسياه ومش شايفاه اصلا، خلاص كنت ماشية طريق، بس كان الوجع ده كل فترة اللي هو لا انا هشتغل عشان انجح، لا انا هيبقى عندي اصرار عشان انجح. خليكي واثقة في ربنا.